لو بتعرفوا شقد الساعة وأنا عم بصور هذا الفيديو. اليوم وصلتني بضاعة جديدة وما صار لي مجال بكير أفتحها. هلا الساعة 4:30 الصبح. قلت قبل ما أنام بدي أقوم وأفيق أتفقد الطلبات، هدول طلبات لزباين أشوفهم، بس ما تحملت أقاوم الجمال. قلت لازم أصوره بما أنه هدوء والولاد نايمين، أفرجيهم لمتابعيني. خليكم معي لتشوفون. هذا الفستان طوله ميدي، هذا جديد، هيك فكرة جديدة عملناها، أسهل ما الطويل وشحشط. لصبية نقته من صفحتي، كان أنا عندي بالصفحة منه على خطبة فنقته طلبته مني على الفستان. شوفوا التفاصيل مثل ما طلبت، تمام التمام طلع. الظهر هيك رباط، صبايا هيك فستان أجار على الطلب، اللون اللي بدك إياه، المقاس اللي بدك إياه. أجار 2000، بيع 5000. معك مقاسات من 34 ل 48. اللون اللي بدك اياه، المقاس اللي بدك اياه، بصير بس ب5 و500. خمسة بيع، 2000 ليرة أجار. جديد أول لبسة طبعا. خلينا نشوف باقي الموديلات. هذا الفستان له حكاية. هذا الفستان فصلته لعروس اجت لعندي، اخذت بدلة بيضة وبدها بدلة أول المساء. فأنا عندي هدول بدلات أول المساء كتير نفشات. اقترحت عليها انه تختار من هدول الفساتين من هون، نحن نسميها نفشة خفيفة. قلت لها بنحط لك بقلبه نفاش خفيف، وبما انه البدلة اللي اخترتيها مشلحة خلينا نحط لك كمام. تمام. وهي كانت بدها تلغي هدول، انا اقترحت عليها لا اخليهم مشان موديل القلب يضل هيك، يضل في حركة مختلفة عن البدلة البيضة، وبتغير يعني بتدخلي بنفشة خفيفة فيها نفشة، ما بقولك لا مبينة انه انت عروس، وبنفس الوقت عم بتبدلي على الابيض بدلي على نفس كبير، تعطي ضهجة تانية مختلفة تماما. انتو مع البدلة البيضة بس بالعرس ولا مع اكتر من غيار بالعرس؟ واعطوني رأيكم باللون والتفاصيل. هاي حركة السحبات عملت لها اياها جديدة مثل ما وعدتها. اعطوني رأيكم. انا بالنسبة الي شايفة شي بجنن، لهيك ما قدرت انام وقمت اصور. الساتان وجمال الساتان وما ادراكم ما الساتان، ذهبي فيه لمعة، مناسب جدا لسلفة العروس. شوفوا، خاصة اذا سلفة متجوزة جديد يعني لساتها هي عروس. كتير حلو، كتير انيق، كتير مرتب. شوفوا التفاصيل. كمان عملت لها اياه موديل قلب. الظهر رباط، فينا نستحكم بالمقاسات مثل ما بدنا. خلينا نحطه على جنب ونشوف غير شي، ما تواخذونا على الفوضى بس لاني عم صور لحالي. هذا الفستان لون احمر، على طلب اخت عريس حاطه ببالها احمر، خلص يعني بدها احمر احمر. اشتغلت لها مثل ما بدها، القياس شوي خاص. جبتها لعندي قلت لها تعالي عندي قيسي قطعه، شوفي على الواقع، شوفي نفشته كيف لحتى اشتغل لك اياه. طبعا هاد بيكون سعره 6500. هذا بدله اجار منه 3500. طبعا بهذا القياس ما في اجار. كتير حلو، طلع مثل ما بدها، بس طلبت مني شالات احط لها هون. بكره رح احط لها شالات لون احمر وفيهم لولو، انزل لها اياهم ان شاء الله. شوفوا، على فكره كنت عم بقلكم ما تواخذوني على الكركبه، حلوه الكركبه ليك لسه في كمان، بس والله مالي قادره افتح بدلات بيض. بحب هيك انشغل بشغلي، اصور، افرح، تواصي. بكره بس يشوفون صاحبين هذول التواصي شو قد رح يعجبون، شو قد رح ينبسطوا، شو قدر انا رح اكون مبسوطه وقت اسلمهم ويكونوا مبسوطين ورضيانين. هي قلت لكم الاسعار. هذاك الفستان الميدي بيكون اجاره 2000، بيعه 5000. هيك فستان طويل هو بدلة يعتبر 6500، الاجار منه 3500. الالوان اللي انتو بدكم اياها يعني، شوفوا العفني، الاحمر، الزهر، الريشي، الذهبي، هاي الالوان الاساسية. في ازرق شامي هنيك. ايه، في تشكيلة فساتين كمان هون لسه ما صورت لكم اياها منيح على اليوتيوب. هدول ما في منهم تفصيل، هدول بيجوا جاهزين. جبت هيك تشكيلة مشان اللي بحب يشوفون.
في عندك هدول العروض 1500 بعد تنسوون كمان موجودين بالصفحة. في عندي تشكيلة بدلات بيضة كمان اللي عم بستنى عروض 3505 موجود. بصراحة من كتر ما عندي بدلات صرت عم ببيع، صرت عم بخفف مشان يضل عندي مجال اعرض. لسه عندي جوا. بالنسبة لكتير عالم تيجي لعندي بأي موعد كان بفكرون أنا ساكنة هون. أنا ماني ساكنة هون، أنا بيتي جنب محلي تماما، يعني حتى أنت بمشي ما بضطر أتحجب، بيناتنا بس مدخل، فما بيكني موجودة كل الأوقات. دوامي من 2 ل8، وشغلتنا شوي متعبة شيل بدلات وحط، يعني أحيانا سبت الأحد ممكن 7 نفركة، قد ما متعبين يعني.